ألف سلام وتحية على ساحر السينما المصرية وأيوع الإسكندرانية وخصوصا حي الورديان، واللي اتولد فيه محمود عبد العزيز من أسرة متوسطة ودرس هناك على مسرح الكلية وحصل على الماجستير في تربية النحل. اتولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو في عام 1946 واتجوز مرتين. الأولى كانت من جيلان زويد جيجي، وهي دي أم أولاده محمد وكريم عبد العزيز، وعاش معاها 20 سنة. أما مراته التانية هي بوسي شلبي المذيعة المشهورة، واللي كانت صديقة طليقته، واتجوزها بعد طلاقه ب3 شهور وعاش معاها 18 سنة حتى وفاته. بدأ مسيرته الفنية بمسلسل الدوامة في بداية السبعينيات مع محمود ياسين ونيلي، وفي السينما فيلم الحفيد في عام 1974. كل اللي يجيب ربنا كويس. وقام بأول بطولة مطلقة في فيلم حتى آخر العمر، وفي خلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلم شباب ورومانسية، حب، مغامرة، بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. ومن أهم أفلامه يا عزيزي كلنا لصوص، السادة المرتشون، جري الوحوش، أبناء وقتلة، العار، الكتكات، سوء المتعة، إعدام ميت، أبو كرتونة، ليك يوم يا بيه، وإبراهيم الأبيض. وقام بدور الأب في فيلم العذراء والشعر الأبيض، وتزوير في أوراق رسمية. ومن أهم أدواره في حياته الفنية هو رأفت الهجان، وهو مسلسل تلفزيوني مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية. أنا مكاني هناك في إسرائيل، وخصوصا في الظروف اللي بتمر بيها البلد اليومين دول. ومسلسل محمود المصري في عام 2004، واللي جسد فيه شخصيات كبار رجال الأعمال الذين بدأوا رحلتهم مع النجاح. أنا طول عمري كبير، بس يوسف كوم والدنيا دي كلها كوم تاني. ومسلسل جبل الحلال في عام 2014 في دور أبو هيبة. بقيت زي القطر ماشي من غير محطات، ملهوش معارض ولا كبير. بقيت كلمتي جنون وبقيت بصتي جنون، ما قدرتش رغم اني اقدر. عمل 3 مسرحيات، 727 وخشب الورد ولوليتا. وقال في أحد البرامج إن من أصعب أدواره اللي قام بيها هو عبد الملك زرزور في فيلم إبراهيم الأبيض. طردوا أبوه لما عرف إنه عايز يمثل، لكن هو ما استسلمش وكمل طريقه للشهرة، ووقتها نال ثقة ورضا والده، واللي طالبه باختيار أدوار تليق به وبعائلته. والحقيقة إنه يوجد خلاف بينه وبين الزعيم، والخلاف ده سببه إن دور رأفت الهجان كان معروض على عادل إمام في الأول، وده علشان نجاحه في دور جمعة الشوان بمسلسل دموع في عيون وقحة، ولكن عادل إمام رفض لضعف الأجر، ولكن محمود عبد العزيز وافق وتألق فيه، وده عمل فجوة كبيرة بينه وبين الزعيم، حتى جمع بينهم حفل زفاف ابنة الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي، وتم تصفية الأجواء ما بينهم. وفي رمضان عام 2016 وأثناء تصوير مسلسل رأس الغول مع ميرفت أمين وفاروق الفيشاوي ولقاء الخميسي، كشف الإعلامي عماد الدين أديب إن الساحر بدأ المعاناة مع أسنانه، واللي قيل عنها في التشخيص الأول إنها تسوس حاد والضروس تحتاج لجراحة، وإنه تم عمل جراحة في فرنسا، وثبت بعد فترة إنه حدث فيها خطأ في استكمال الجراحة، وده كمان أدى لدخول فيروسات لأعلى الفك ومنها إلى مؤخرة الرأس. وبعدها بدأ رحلته لفرنسا للمرة الثانية للعلاج بالكيماوي، وعاد إلى أرض الوطن ومضاعفات المرض عودته، ونقل لمستشفى الصفا بالمهندسين حتى توفى في 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع 118 يوم مع المرض عن عمر 70 سنة، ودفن بالإسكندرية. حصل محمود عبد العزيز على جوائز عديدة، فهو حصل على جائزة أحسن ممثل عن أفلام الكتكات والقبطان والساحر من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وحصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم سوء المتعة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكتكات من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان في فيلم الليالي المقمرة، وآخرها جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة للدراما عام 2023، واللي استلم الجائزة عنه أبنائه محمد وكريم عبد العزيز.
العزيز. ودي كانت حلقتنا عن الفنان الكبير محمود عبد العزيز. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.